أنا نصيحتي نظرية الساندويتش في كل العلاقات على فكرة، سواء علاقات في شغل أو علاقات شخصية. ساندويتش ساندويتش مش إن إحنا بنضحك على حد، لأ إحنا أذكياء عشان إحنا باقيين على العلاقة دي. ومثلًا أنا عندي رأي غير رأيك، فأنا عايزة أوصّل لك الاختلاف ده، أوصّله لك إزاي من غير ما أضايقك وأجرحك. إن أنا أبتدي الأول بالإيجابي اللي هو حتة العيش، وبعد كده الحشو اللي فيه شوية سلبية ونقد واختلاف، وبعدين حتة العيش التانية اللي فيها إيجابية كده، أقفّل الموضوع أخلّيه لذيذ كده. ما أنت مش عايز برضه الشخص اللي قدّامك لو أنت جيت قُلت له حاجة سلبية أول حاجة، هيبتدي يفكّر هيدافع عن نَفْسه إزاي، فممكن يبقى عنده تقنية الهجوم عليك والدفاع عن نَفْسه، وأنت مش محتاج ده، هو مش هيسمعك كده بكل حواسه. لأ، أنا أبتدي بالإيجابي. أدّي لك مثل، لو في الشغل مثلًا، طبعًا بتفرق لو زميل أو الboss أو حد شغّال عندك أو كده يعني بتفرق، لكن حاجة شبه كده طبعًا، اللي هو أنا عارفة أنت قد إيه مُخلص للشغل وعارفة قد إيه أنت مهتم، وأنا شايفة المجهود الكبير اللي أنت بتعمله. الحتّة الإيجابية. بعد كده هادخل في شوية نقد أو اختلاف بطريقة طبعًا محترمة لبقة يعني. هاقول له لكن أنا خدت بالي لمّا حصل كذا، أنا حسّيت إنه كذا، فمش عارفة أنا قُلت. هاجي أقول لك الموضوع ده عشان أنت تفكّر فيه، لإن أنا على ثقة تامة إن أنت هتعمل الحاجة الصح. أنا عندي ثقة فيك وعندي ثقة في قراراتك. أنا كده قُلت الإيجابي وقُلت رأيي الحاجة اللي ما كانتش عاجباني، وختمت بإيجابي، علشان ما اسيبوش برضه مع فكرة إن أنا في حاجة جوايا سلبية تجاهه، فاهم قصدي؟ نفس الموضوع على فكرة مع الأصحاب، مش عشان إحنا best friends يعني المفروض إن أنا أقدر أقول كل حاجة وأفِش غِلّي كده في الناس وأنا على ثقة إن هُم مش هيزعلوا منّي، لأ خالص. يعني حتى مع صاحبتي لو هي مضايقاني في حاجة، أنا ممكن أقول لها أنتِ عارفة أنا باحبِّك قد إيه، وأنتِ عارفة أنا باثق فيكِ قد إيه، عشان كده أنا هاسمح لنفسي إن أنا أقول لِك لمّا حصل كذا أنا فعلًا اتضايقت، أنا ما فهمتش. أنا بس باقول لِك الكلام ده عشان ما يبقاش في حاجة جوايا وأبقى قُلت لِك كل حاجة، وعشان غلاوتِك عندي، عشان مش عايزة كده يبقى في حاجة ما بيننا ما اتقالتش، بس. ساندويتش.